دي سارة، واعتقد معظمكم عارفينها، ولو ما صادفش ان انتوا شفتوها قبل كده فهي بنت نقدر نقول عليها اشبه بنبت شيطان. انتشرت فجأة على السوشيال ميديا من باب تعليم دروس الطبخ اياه. خلاص ما تزعلش كده، دروس الطبخ وامري لله. وبقول امري لله لان انا عارفة وانت عارف وكلنا عارفين في القعدة الكريمة دي ان احنا ما بنتفرجش على دروس الطبخ دي ولا حاجة، ده احنا مركزين مع حاجات تانية. زمانك شوحت بايدك كده وقلت لي مالك يا استاذة، على فكرة احنا ولاد عائلات محترمات قوي، وبعدين ما تخلي الطبق مستور احسن، ما انتي بتتفرجي زيك زينا. هرد عليك واقول لك لا والله انا لا كنت بتفرج ولا بعرفها اصلا، بس صاحبتي يارا حكت لي ان جوزها اللي ما كانش بيطيق يدخل المطبخ بقى من عشاق فيديوهات استاذة سارة. فانا بقى روح المحقق كونان لبستني وقلت لازم اعرف مين استاذة سارة دي اللي خلت جوز يارا يحب الطبخ كده. وبصراحة لما فتحت فيديوهاتها شفتها كده بتبصلي بنظرة عيونها القتالة وبتقولي ايه جابك هنا يا حبيبتي، ده مش مكانك خالص. بس لما دعبست وراها لقيتها شخصية غير اللي هي موريها لنا خالص. سارة عبود لما حبت تقتحم عالم السوشيال ميديا من سنتين فاتوا نقدر نقول عليها انها غيرت جلدها زي الحرباية كده. دي لغت اسمها خالص واختارت تتعرف باسم جديد وهو The Princess of Babylon. وطبعا الاسم ده مش من وحي الخيال، ده ليه قصة هقولها لكم بعد شوية. سارة دي عاشت معظم حياتها في كندا جوه عيلة مهتمة بالموضة وبتقدرها، وكان عندهم مصنع صغير كده. عشان كده طلعت سارة شاطرة جدا في التفصيل، وده ظهر في لبسها اللي كانت بتلبسه كل يوم من تصاميمها. وبالرغم من انها كانت ضامنة شغل ليها حتى لو ما اتعلمتش، لكنها درست اقتصاد في جامعة اوتاوا. ومش كده وبس، دي كانت طالبة متفوقة جدا وبطلة فريق الكرة النسائية في نادي من أشهر نوادي كندا. بس الحلو ما بيكملش، وحصل ليها إصابة منعتها إنها تكمل في رحلتها لاحتراف الساحرة المستديرة، فسابت الطريق ده وبدأت في طريق تاني خالص، وهو طريق ريادة الأعمال. سارة درست كل حاجة حواليها كويس قوي عشان تطلع بفكرة تكسر الدنيا لما تنفذها. ولاحظت من دراستها دي إن المحجبات بيعانوا من مشاكل لما بيلعبوا رياضة، وده بسبب حجاب الرأس واللبس اللي مش مناسب للتمرين. فصممت ليهم حجاب يناسبهم وانتشرت الفكرة، وبدأت سارة تبقى نجمة وتاخد دعم وتمويل إضافي لمشروعها. الفكرة نجحت وتخطت المحجبات دي، وصلت للهند حرفيا، وبدأت تعمل تصميمات لعمامة الراجل السيخي. والسيخ ده في الهند يعني لبس الرجالة عمامة من غير ما الرجالة يحلقوا شعرهم، وده مقدس جدا بالنسبة للرجالة هناك. كل ده ما هي 100 فل و10 اهو. امال ايه اللي بيخليها تعمل اللي بتعمله ده؟ بص يا سيدي، وقت الكورونا حركة الاستيراد والتصدير والبيع والشراء وقفت، ومشروعها شبه وقف، والدليل على ده اختفائها من 2020 ل 2021. ولأن سارة بنت ما تعرفش قاعدة في البيت، قررت في أواخر 2021 تلبس توب غير توبها لما عملت أكاونت باسم أميرة بابل. والاسم ده بيدل على شخصية سارة المثقفة عشان تختار اسم رواية عن الأميرة فورمانستي، واللي بيشترط أبوها الملك إن اللي هيتجوزها لازم في الأول يتني القوس الحديدي للنمرود. سارة كانت تقليدية جدا في البداية وبتركز على المحتوى اللي بتقدمه، بس لقت إن الحوار ده مش هيأكل عيش، فدرست السوشيال ميديا أكتر، ومنها بقى بدأت تركز على نقط نجاح المحتوى. وفعلا بعد ما نشرت محتواها المطور نجحت جدا. محتواها الجديد بقى ده عبارة عن إيه؟ بص يا سيدي، محتواها الجديد عبارة عن خلطة بنكهة أنثى، وهو داخلة تخطف قلبك كده في فستان ضيق مع أغنية من اللي قلبك يحبها، وقفة مثيرة تليق مع الفستان ده، الست صارفة ومكلفة، ده كله كوم، ونظرة عيونها القتالة كوم تاني خالص، واللي تحسها بتقولك بيها أنا عارفة أنت جاي هنا تعمل إيه. وأخيرا بقى الطبخة اللي هتعملها لينا، واللي لو حتى مية الناس برضو هتتفرج. سارة ما وقفتش عند ده وبدأت تطور زوايا تصويرها، أصلها ماشية بمبدأ زوايا أكتر نجح أكبر. ولسه سارة متعلقة بالكورة، وده ظهر لنا لما نزلت فيديو ليها وهي بتسدد باحترافية، ده غير دروس تمرين السكوات اللي بدأت فيها جديد. شايفين يا جماعة طلعنا ظالمين البناية ازاي؟ لان زي ما حضراتكم شايفين احنا واقفين قدام بطلة رياضية ناجحة ورائدة اعمال احترافية، بس هي قررت تتبع استراتيجية الست اللي على حق ما تقولش للنجاح لأ.